السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإعلام الجزائري يبدأ حربا شرسة ضد المغرب، والسبب: ما زال الإعلام الجزائري يردد ترهات واتهامات خطيرة في حق المغرب، وتأتي ذروة هذه الحملة الشرسة بعد ترشح الجزائر والمغرب في آن نفسه من أجل احتضان منافسات كأس الإفريقيا سنة 2025. وبالرغم من كون الموضوع رياضي خالص، إلا أن الإعلام الجزائري لا يفرق قط بين ما هو دبلوماسي ورياضي، إذ يأبى في كل مرة إلا أن يخلق العداوة ويؤجج التوتر بين البلدين الشقيقين. وتحاول الأوساط الإعلامية الجزائرية استباق الأحداث والضغط إعلاميا بتأكيدها أن المغرب هو الذي سينظم الكان على اعتباره نفوذه القوي داخل أجهزة الكاف حسب تعبيرهم. كما كان المعلق الجزائري حفيظ الدراجي قد أشار في وقت سابق بأن المغرب هو البلد الذي اختار الكاف لاحتضان المسابقة الأغلى قاريا سنة 2025 فيما ستنظمها الجزائر سنة 2029. وذكرت مصادر رافعة للاطلاع أن المغرب اقترب بشكل رسمي من الفوز بهذا الملف، ويعلن انتصاره مرة أخرى على الجزائر التي كانت تسعى رغم ضعف بنيتها التحتية إلى إرباك المغرب ونسف ملف ترشحه. وهذا خبر اليوم. المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو لدعمنا للاستمرار. شكرا. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.